على الأهلي 2-0. دي تعتبر خامس مباراة في هذه الجولة. يتبقى عقب هذا اللقاء مباراة قطر والسيلية. ادي ويسلي قافلين كويس الحقيقة الجبهة اليمين. لقى بريرا عدى ومر عدى ومر عدى ومر. الحكم يقول اللعب على الكورة. ادي على طول أميد إبراهيمي استلام تحت ضغط ياخدها تاني السكند بول. برافو المناعي. حط التاني على طول إلى أليكس ناحية اليمين على طول. مصعب وأميد. مصعب وأميد والناس. الكرة الجزائرية الحلوة الجميلة. النهارده عندنا كده بايديه بيقول انا زهقت خلاص انا قدرت. يعني جاسم جابر خلص عليا وعلى انكل رجلي وخلاص ادى ظهره كده وكانه طالع بره يعني من كتر ما ان الضغط. والشمال بص حلو لكن تمركز دفاعي ممتاز الحقيقه. ممتاز. برافو يا ولد. اندري امارو 24 سنه. اندري امارو في لعبات معينه بحب اعرف المشاهد العزيز اللعيب ده سنه قد ايه. اللعيب ده سنه قد ايه؟ لان انت وانت بتتفرج واللعيب عمل لعبه حلوه قوي فانت عايز تقول هو ده صغير ولا كبير؟ طب هو ده هيكمل معانا كمان شويه ولا ده اخره؟ هو ده عمره قد ايه؟ هو ده كان بيلعب. الريان انتشاره العريض ممتاز. حازم شحاته الاستلام بالحركه والتحضير لكن هجوم معاكس على طول. هيبتدي يا بغداد يا لعيب يا بغداد يا لعيب. الهداف التاريخي لنادي السد القطري مع نادي الشمال متالق ولكن وحشه يا مناعي. وحشه. عايز يعمل حاجه عاليه قوي 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 لكن ما مشيتش معاه. عايز يعمل حاجه من حاجات دينيس بيركامب. ظلمت الحقيقه كتير دينيس بيركامب. تاني على طول انطلاقه. ضغط قوي ضغط قوي. شوف 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 الخطوط القريبه. شوف اميد ابراهيمي 39 سنه وما شاء الله. هنا فاول. فاول يا رجل. حازم شحاته. وحازم برضو عايز يقول للمدرب انا اهو انا هنا يا ابن الحلال. احمد المنهالي موقوف بس انا موجود. انا لعيب كبير. انا لعيب دولي. ضغط بقوه وبشراسه في اللعبه اللي فاتت احنا بننادي بالشراسه ولكن المشروعه والشراسه اللي ما تاذيش حد. اللي ما تاذيش حد. ادي ادم والناس لاعب نادي نابولي الايطالي لاعب بوردو الفرنسي. لعني ولا في الجنب بس يمكن عشان هو قصير شويه فالكتف ما تساواش بالكتف لكن يمشي الحال. استلام بدوران بحركه وفاول. فاول على موفق. وادي بغداد بنجاح قائد نادي الشمال ونجم منتخب الجزائر. بغداد مع نادي السد سطر تاريخ باحرف من ذهب. بغداد كان ليه مشوار مع النجم الساحلي التونسي اتحاد الحراش. كان المشوار في البدايات لمولد نجم وهداف تاريخي الحقيقه بغداد ابو نجاح. يعني محمد عمر وموفق بيلعبوا على جاسم جابر. ادي الباص اللي اتعمل. شوف بغداد بيعمل ايه يا جماعه. بيحارب المحارب ده اللي اتقال عليه المحارب بالفعل. عاليه فوق. وادي ابو ندى خطر. هدف اول ولكن في فاول كان بيلعب على هدف اول لكن بيقول للحكم اني انا ما عملتش حاجه. هو اللي اصطدم بيا. هو اللي التحم معايا. بغداد كقائد وككابتن وحاطط ايديه جنبه. يعني انا بكلمك بمنتهى الاحترام والهدوء. ايه اللي حصل؟ انا ما فيش مشكله مع فرقتي. بقول له ده انا رايح في اتجاه المرمى اهو. كايدو انا شايفها عاديه جدا. لا كده بقت فاول. كده بقى في دفع. لا كده بقت فاول. من قدام كانت باينه يعني حاجه تشبه المكاتفه او الاحتكاك العادي. ماتش حلو. محتاجين اهداف بقى. محتاجين اهداف. لمين مش مهم في مرمى مين مش مهم. وادي الانطلاقه فرصه. عدى الولد ولكن برافو محمد صالح خلاه يخرج لبره. ادي والناس يعمل بالعرض ولكن يطلع تاني دفاع نادي الريان. برافو جريجوري سيلفا. ضغط من نادي الشمال ومن ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال ولكن ويسلي ياخد رميه تماس. رميه تماس. الحكم المساعد الثاني ناصر الدوس. كمان لعيب كويادو لعيب كويس. اماميه من جديد. جاسم جابر. اوه يا جاسم لحق نفسه بذكاء وبسرعه وما تخضش لان هو لعيب كبير رغم صغر سنه وكانت فرصه كبيره. تاني نادي الشمال بيحاول يرجع. حازم غمض عينيه
وادي الخطأ اللي كان على جاسم جابر لكن لحقها الحقيقة، وبرافو أبو ندى حارس المرمى أيضا لحقها كويس وأنقذ الموقف بشكل كويس. ادي أبو ندى استعان بيلو بتيجي مع المدافع مرة 7 أهداف أسطورة الحقيقة. أيضا محمد سالم العنزي الهداف الكبير مرتين سنة 95 وسنة 2000 كان هدافا للدوري من بوابة نادي الريان. انطلاقة تاني دخول قوي وضربة جزاء وضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء صافرة من حكم اللقاء الحكم محمد المزايد. 8 مباريات أدارها هذا الموسم محمد، ودي بيطالب لاعيبه نادي الريان بالاستفسار. ضربه جزاء هم يرونها كذلك وهو يراها كذلك، ولكن طبعا القرار قرار الحكم ومعانا الفار يعني هو الاحتكاك الاخير هنا، الاحتكاك هنا هي دي محمد صالح يعني هو خلاص يا محمد. بس الحكم صفر على ايه؟ صفر في الاول على فاول وبعد كده الصفاره طولت. بس بيبقى طبيعي وعادي في تلامس يعطل لعيب. كان في فاول من الاول، كان في فاول هنا من الاول. بس يا سيدي وهي دي الحكايه يعني ما بني على باطل فهو باطل. هنا كان في فاول قام اللاعب رقم 8 من نادي الشمال عرقلة المنافس قبل حدوث ركلة الجزاء، وقرار نهائي الغاء ركلة الجزاء واحتساب ركلة حرة مباشرة. إذن فعلا الغاء ضربة الإيزي الإيطالي. فاول لصالح جابريل بيريرا البرازيلي 23 سنة. بيريرا لعيب صغير ورشيق سريع. بغداد بونجاح بسم الله ما شاء الله وحش بغداد 34 سنة، قوة بدنية جبارة. ودي ويسلي اللحظات الأخيرة من البرازيلي الكبير مع نادي الريان وخد هداف الدوري برقم كان وقتها استثنائي. ادي انطلاقة تاني من جديد. بغداد بونجاح يحضر لمين لكن في لمسة يد بيقول له دي جاية في خدي. قال له خلاص قضي الأمر. بص وطالع ساند بإيده الاثنين ازاي وجت على إيده. ومع ذلك هو بيعمل كده ليه دلوقتي؟ عارفين بيعمل كده ليه؟ عشان يدي فرصة للاعيبته يرجعوا وينظموا نفسهم بدل ما لعيبة الريان يلعبوا الكرة بسرعة. ده ذكاء اللعيب. مع بداية الشوط الثاني تبديل زي ما قلت لحضراتكم. انطلاقة تاني من جديد. جاسم جابر كان عنده انذار في الشوط الأول. ادي محاولة المرور والاختراق اللي تم الحقيقة في الكرة اللي فاتت من آدم والناس النجم الجزائري. آدم والناس قوي حارس المرمى الحقيقة بابكر، لكن حظه كويس عدت على خير. 1-3 اتعملت حلوة يا عيني على الكرة الحلوة الجميلة. يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد. والناس وبغداد والناس. بغداد ضاعت يا بغداد وضربة ركنية. لعبة حلوة قوي آدم والناس النجم الجزائري لاعب نادي نابولي الإيطالي ونادي كالياري الإيراني الإيطالي ونادي بوردو الفرنسي والليل الفرنسي. يتألق ويبدع هذا اللاعب الكبير وبغداد يراوغ يفتح زاوية تصويب، ولكن حازم شحاتة في اللحظات الأخيرة تصطدم وتطلع إلى ضربة ركنية. بيقول له كلم قراراته وقربه من اللعبة وعلاقته باللاعبين حسب الموقف. فنت جميل بعرض الملعب. بغداد اتقفل عليه كويس قوي. يا سلام على جريجوري دي سيلفا. تغيير اتجاه محمد عمر. منطلق الولد وجريء راح قفل عليه معرفش ليه الى بغداد. يا لعيب الله عملها الاسباني الحريف أليكس كويادو بكرة مرتدة بعد عمل تكتيكي عظيم وعمل مهاري كبير. ينجح المهاجم الاسباني ولاعب خط الوسط أليكس كويادو في احراز اول اهداف اللقاء لنادي الشمال. هدف جميل. برافو بغداد بونجاح. عمل الحقيقة محطة جميلة جدا. فتح زاوية لعب وعمل تصويب. الجميل في لعيبة نادي الشمال خطوط قريبة من بعضها، اللاعبين قريبين من بعض. بص اللون الابيض، بص الانتشار رغم عدد مدافعين مناسب جدا من نادي الريان. وادي على طول التصدي من ابو ندى، لكن تصدي ابو ندى لا هو مسكها ولا هو وجهها لمكان بعيد. شوف راحت فين
وادي المتابعة وبرجله الشمال في زاوية أقصى اليمين لحارس المرمى الحارس محمود أبو ندى. ينجح أليكس كويادو في إحراز هدف الشمال الأول. 1-0. قلت والنتيجة 0-0 المباراة هيبقى فيها أكتر من هدف، وبالتالي ننتظر هدف تاني وممكن ثالث كمان. أمال إيه؟ ويستعد نادي الشمال لمواجهة